محدش فينا ما جربش ولو لمرة حلاوة انك تقف تاكل بال20 سندوتش من عربية كبدة اكنك بتقزقز لب وزداني. بس كل عربيات الكبدة كوم، وعربية عز المنوفي أشهر وأقدم عربية كبدة وسجق في مصر دي كوم تاني خالص. الحكاية بتبدأ عند عز المنوفي الكبير، شاب طموح زي باقي الشباب كل حلمه يشتغل علشان يقدر يحقق نفسه. وطبعا أول حاجة بتيجي في بال أي حد إنه يسافر برا مصر علشان يعمل فلوس أسرع. وفعلا سافر فرنسا وبريطانيا ودول عربية كمان، لكن في الآخر قالك اللي أعرفه أحسن من اللي معرفوش، فقرر يرجع مصر علشان يحقق نفسه هنا. فقام جايب عربية كبدة وسجق ومشغلها على ناصية شارع في الدقي، وقام منزل معاه ابنه الكبير أيمن يشتغل من وهو 6 سنين. الكلام ده كان في السبعينات، وقتها ما كانش فيه مخلوق شغال معاهم على العربية، وبدأت أسطورة عز المنوفي تكبر وتحكي عن نفسها. لكن أكتر حاجة كانت مميزة وهي اللي شهرتهم هي سر الخلطة اللي الكل بيحاول يعرفها لغاية النهاردة. الجميل بقى إن عز المنوفي كان حاططها قاعدة: أي حد من ولاده يكمل 15 سنة ده معناه إنه تم السن القانوني اللي يخليه ينزل يشتغل معاه. هو كان شايف إنك لما تتعود على حاجة من صغرك هتكبر بتحبها وعندك انتماء ليها. عشان كده بدأ ينزل الشغل ولاده الثلاثة محمد ومحمود وسيد علشان ياخدوا خبرة السوق بسرعة. وتعدي أيام وسنين ويكبر الحاج وولاده، لكن يفضلوا متمسكين بالعربية والمكان. يطوروا حاجة في شكل العربية ماشي، يشتروا أدوات للشغل ما يضرش، لكن الحاج كان رافض فكرة إنه يسيب مكانه أو يفتح فروع تانية. هو كان شايف إن خلاص الناس حافظة المكان وبارك الله فيما رزق لغاية كده. وفضل الحاج شغال في العربية لغاية ما بيتوفى سنة 92. لكن بما إن ابنه أيمن كان شغال معاه من زمان وعنده خبرة كبيرة، ده خلاه يكمل المسيرة من بعد عز المنوفي بنفس المستوى ونفس طعم الأكل. ومش بس كده، ده كمان قرر أيمن إنه هينزل ولاده يشتغلوا معاه من صغرهم علشان يحبوا المهنة زي ما والده عمل معاه. وتروح سنين وتيجي سنين، ويبدأ الإخوات الثلاثة محمد ومحمود وسيد بفكر الأجيال الجديدة يفكروا في التوسع، لأن اسم والدهم ده تاريخ ويقدر يفتح محلين و3. وفعلا بسببهم بتتحول أشهر عربية كبدة وسجق في مصر الفرع في التاني، لغاية ما وصل إن بقى عندهم أكتر من 20 فرع في أماكن مختلفة في مصر، في أكتوبر والتجمع والرحاب وحدائق الأهرام، وكمان في الساحل واسكندرية ومارينا. أما بالنسبة للشيخ أيمن فهو متمسك بالعربية وبيعتبرها صاحبة فضل عليه، أصل ده شغال عليها من أكتر من 40 سنة، يعني عشرة. بيقول الشيخ أيمن: أنا برتاح وأنا واقف في الشارع بطبخ بإيدي وسط ناسي ومكاني. أما بالنسبة للفروع فالبركة في إخواتي، وأنا كفاية عليا قوي العربية وشغلها. أما بالنسبة للخلطة السرية فهم واخدين عهد على نفسهم إن سرها ما يطلعش بره عيلتهم. هي خلطة اختراع عز المنوفي وولاده ال4 ورثوها من بعده، ومحدش في الدنيا يعرفها غيرهم. لدرجة إن لما الشيخ أيمن طلع يطبخ في برنامج كان مخبي الخلطة السرية في جيبه علشان محدش يخمن مكوناتها إيه. وفضلوا الأولاد ال4 محافظين على اسم والدهم وخلطته السرية. لا حد فيهم فكر يدخل أي حاجة من الافتكاسات الجديدة بتاعت اليومين دول، ولا حد يقدر يقرب من خلطة عز المنوفي. حتى يوم ما فكروا يدخلوا حاجة جديدة على المنيو كانت نوع تاني من السجق. عز المنوفي شخص عادي زي وزيك، جات له فكرة قرر يسعى وينفذها بكل بساطة، ونجح بكذا شكل. نجح وسط الناس في الشارع، ونجح بفروعه اللي مغرقة مصر النهاردة. لكن قبل كل ده وأهمهم إن كان في دماغ مؤمنة قررت تجتهد وتسيب التوفيق على ربنا.